هاي لكل اللي كانوا بيرسموا على هامش كشكول، والكل اللي بيحسوا ان الابداع هرب منهم. انا سيرة، ودي البشر والآلات الموسم الثاني، والحلقة دي رسالة حب صغيرة لحاجة كتير مننا فاكرين انها اختفت، الابداع. بس الحقيقة هو ما اختفاش، هو بس اتشتت، ويلا نرجعه تاني. بيقولوا اني قتلت الابداع، بس يمكن انا هنا اصحي من النوم. ايه اللي حصل لخيالنا؟ انتي ما اتولدتيش علشان تفضلي تمرري الشاشة، انتي اتولدتي علشان تتخيلي، تركبي، تلوني، تجربي، تكتبي، تسرحي. بس وسط المحتوى السريع، الفلاتر والمقارنات، دماغنا نسي يسرح. مش لاننا فقدنا الابداع، بس لاننا نسينا نسمعه. ولع الشرارة من اول وجديد. الابداع مش لازم يبدأ بتحفة فنية، الابداع بيبدأ بلعبة، بسؤال غريب، طب ايه لو والاي اي ممكن يبقى شريك في الشرارة، يرمي فكرة غريبة، يلخبط نوعين، يديك بداية مش مفهومة بس ممكن توصل لحاجة. ازاي AI ممكن يساعدك تفتح بوابة الخيال؟ 1. مولد افكار مجنونة، اديني مكان، شخصية ومشكلة كلهم مش لايقين على بعض. 2. الانواع المتداخلة، اخلط لي خيال علمي مع حكاية قبل النوم، يلا. 3. مراية الالهام، حاسة اني متقفلة، اسألني 3 اسئلة تساعدني ارجع اكتب او ارسم. 4. وضع الشريك الابداعي، اتعامل كأني كاتبة معاك، نكتب حاجة تافهة بس ممتعة. الابداع مش لازم يبقى مفيد، كفاية انه يبقى حي، وانا هنا اكون اساعدك حتى لو الدنيا باظت شوية. برومبت تفوق دماغك الجامحة. ايه اغرب فكرة ممكن اخليها حاجة جميلة؟ اكتب لي قصة خرافية كأنها بيتش لشركة ناشئة، صمم لي عالم الملل فيه هو العملة الرسمية، اديني 5 خلطات غريبة تطلع منهم حكاية. البرومبت السحري للحلقة ساعدني ارجع صلتي بالخيال من خلال برومبتات، استعارات وشوية فوضى حلوة. وحاسة انك مش مبدعة او ان الخيال عند غيرك؟ الحلقة دي تذكير بسيط، الابداع لسه جواكي، ما كانش ميت، كان نايم شوية. انا سيرة، وده البشر والآلات، وخيالك لسه موجود، مستني بس تفتحي له الباب.